2020 تم نسد الأعضاء الحاضرون المشاريع المزعم إنجازها هذه السنة بشواطئ الجماعة والمتضمنة بتقرير لجنة تدوير الشواطئ وحماية البيئة في إطار تنزيل برنامج تدوير استهداف الشواطئ TGP، وذلك عن طريق تجهيز المساحات بموضوع اتفاقية مع وزارة التجهيز. وطالبوا جميعا بتنظيم الشواطئ الجماعة من خلال الإجراءات التالية: توفير المرافق الصحية بالشواطئ، الحفاظ على المكونات السياحية للجماعة، خلق أنشطة ترفيهية رياضية وفنية بالشواطئ الجماعة بالمستوى المطلوب، التسريع بإخراج برنامج تدوير استغلال الشواطئ TGP إلى حيز الوجود، العمل على إدماج أبناء المنطقة في التشغيل المتعلق بموسم الاصطياد مع إيجاد حلول لفئة أصحاب كراء الكراسي والمظلات والأنشطة التجارية المرتبطة بالشواطئ، وكذا تنظيم الباعة المتجولين وتقطير الأنشطة التي تمارسها هذه الفئة وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. النقطة الثانية: الموافقة على الثمن المحدد من طرف لجنة التقييم الخاص بطريق الفلاح. وافق أعضاء المجلس الحاضرون بالأغلبية المطلقة الأصوات المعبرة عنها وذلك 17 صوت على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم الخاص بطريق الفلاح المجتمعة يوم 2/11 نوفمبر 2023، والبارد الثمن 1500 درهم متر مربع مقابل رفض عضوان هذا الثمن. ويتعلق الأمر بالسيد عمارة نائب كاتب المجلس والسيد عبد الرحيم بن العجول مستشار جماعي. النقطة الثالثة: تحيين القرارات الجماعية التنظيمية التي تحدد شروط وضوابط التدبير خلال الملك العمومي الجماعي. وافق أعضاء المجلس الحاضرون بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وذلك 19 صوت على تحيين القرارات الجماعية التنظيمية التي تحدد شروط وضوابط تدبير احتلال الملك العمومي الجماعي، وإن هذا المقرر يلغى المقرر عدد 20 بتاريخ 21 فبراير 2022 المتخذ خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2022. النقطة الرابعة: تسمية الأسقة والشوارع الغير مسمات بتراب الجماعة. وافق أعضاء المجلس الحاضرون بالأغلبية المطلقة الأصوات المعبر عنها وذلك 19 صوت على تشكيل لجنة تتكون من السادة عمر سكاح، مدبن عمارة، عاقل العدناني، حسن روين، مصطفى طافة، مصطفى مسترزق، بالإضافة إلى المصلحة الجماعية المختصة يعهد إليها جرد جميع الشوارع والأزقة الغير مسمات بالجماعة واختيار أسماء مناسبة لها وعرضها على أنظار المجلس. النقطة الخامسة: الدراسة والموافقة على اتفاقية تتعلق بإنجاز أشغال تشوير أفقي للطرق بجماعة الهرهورة. وافق أعضاء المجلس الحاضرون بالأغلبية المطلقة الأعضاء المزاولين مهامهم وذلك ب 19 صوت على مشروع اتفاقية تتعلق بإنجاز أشغال التشوير الأفقي للطرق بجماعة الهرهورة. شكرا سيدي.